السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى طبعا من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. أنا طبعا عايز من كل الناس اللي هتشوف الحلقة النهاردة تتابعها للآخر. عندنا كلام مهم. طبعا مش عايز أقول مثلا محتاج 2000 لايك ولا 3000 مشاهدة، لان احنا لسه القناة في اولها، فطبعا بتمنى من الجميع الدعم. في البداية طبعا احنا هنتكلم على مباراة الاهلي وفيوتشر النهاردة. مباراة بصراحة اداء ما كانش على المستوى المطلوب من وجهة نظري، لان انا شايف ان اللعيبة او بعض اللعيبة اثرت في الاداء الهجومي. يعني كذا فرصة النهاردة ضيعناها من بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. ومع ان يعني فيوتشر ما كانش بالاداء القوي او اللي يخوف يعني يخلينا نطلع بالمباراه بالتعادل او بالشكل ده. وعايز اقول كمان ان مباراه النهارده واداء التحكيم فيه بيثبت ان من غير التحكيم او من غير الاحتواء في مباراه الزمالك مش هيكسب ولا هيتعادل ولا اي حاجه. النهارده حكم المباراه البنا بصراحه كان مموت اللعب نهائي. فاولات كتيره ما بتحسبش للاهلي على ال 18 وفي حتت مناطق كويسه، يعني المفروض بيتحسب يعني في فاولات ما بيحسبهاش. ده غير كمان موضوع تضييع الوقت. يعني اللعيبه بتلعب يعني بطريقه كاننا بنلعب مع الترجي التونسي ولا الوداد المغربي. لعيبه فيوتشر بصراحه هي عايزه تطلع بالنقطه. هي كبيره مع الاهلي انها تطلع، يعني المكسب بتاعها انها تطلع متعادله 0-0. فحاجه، واحنا طبعا مش هنجيب اللوم على موضوع لعيبه فيوتشر ولا على التحكيم. احنا اللوم كله على لعيبتنا، لان احنا ضيعنا فرص بالهبل. احنا يعني نسبه الاستحواذ والتصويبات اللي على مرمى فيوتشر نسبه كبيره، يعني اكتر من 23 تصويبه على المرمى بدون جدول. تخيلوا راجل المباراه النهارده جنش، مش عارف على اساس ايه. يعني هو شال كور كتيره، بس في لعيبه في المباراه ادت و... وعملت مباراه قويه. يعني مش حارس المرمى هو اللي هياخد رجل المباراه، مع ان جنش شال كور كتير، يعني شال كور اهداف. فكل اللي اقدر اقوله النهارده ان يعني المباراه كانت عندنا واحنا اللي ضيعناها، وان شاء الله يعني هو الموضوع مش محبط للدرجه دي، وان شاء الله اللي جاي خير. بس هي دي دايما مبارياتنا مع فيوتشر او مع علي ماهر. لان قبل المباراه كانت الاعلام الزملكاوي والصفحات الزملكاويه كانت مطلعه تلميحات ان علي ماهر بيفوت للاهلي. لا، علي ماهر وعماد النحاس وكل المدربين اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي عمرهم ما هيفوتوا للاهلي، لان هم يعني عمرهم ما اتربوا على كده في النادي. ومش هنتكلم على تاريخ التفويت، لان احنا لو هنتكلم على التفويت هنجيب كلام من اسامه نبيه، كلام قاله بنفسه ان هو كان بيفوت ماتشات للزمالك لما كان بيلعب في غزل المحله، ورضا عبد العال، وكله كان قايل بعضمه لسانه. مش احنا اللي هنقول الكلام من دماغنا. لو هنتكلم على التفويت احنا عارفين مين اللي بيفوت. ولا قدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله يعني الموضوع ده ما يزعلناش او مش هيعرقل مشوارنا في الدوري. وان شاء الله اللي جاي خير، وان شاء الله الدوري للاهلي في الموسم ده ان شاء الله. عايز اتكلم بقى على موضوع لجنه الانضباط. النهارده يعني امبارح طلع تصريح من لجنه الانضباط اتكلمت. قبل موضوع لجنه الانضباط بس انا كنت عايز اتكلم على هتافات النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي في المباراه كان بيقول جمهور الاهلي في مباراه فيوتشر صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. الكلام ده اتقال الماتش ده والماتش اللي فات. واحنا بنتكلم على موضوع امام عاشور احنا مش عايزين يعني مش عارفين لغايه دلوقتي هل هو هيتعاقد مع النادي الاهلي ولا لا. وانا قلت وجهه نظري قبل كده ان يعني لو لو الاهلي تعاقد مع امام عاشور ما فيهاش مشكله. الراجل اعتذر اكتر من مره. وبعدين في ناس بتشبهه بموضوع رمضان صبحي، ان احنا طالما هنقبل اعتذار امام عاشور يبقى نقبل اعتذار رمضان صبحي. لا، رمضان صبحي مش هينفع. ليه؟ لان اولا رمضان صبحي من ابن من ابناء النادي الاهلي.
والطريقه اللي مشي بيها كانت طريقه يعني ما تصحش، ما ينفعش. هو ما غلطش في حد، بس الطريقه اللي مشي بيها ما ترضيش اي حد من مجلس اداره النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي. لكن موضوع امام عاشور ده راجل ممكن يعني يكون غلط، بس هو غير رمضان صبحي. وانا من رايي لو هينفع نتعاقد مع امام عاشور ما فيهاش مشكله، وان جمهور الاهلي يعني في شويه بيقولوا امام يروح الاهلي، وفي شويه بيقول لك لا مش عايزين امام. وهنسيب الموضوع ده للمستقبل كده اما نشوف هل هيحصل فعلا تعاقد ولا لا. وعندنا كمان تصريحات بخصوص موضوع امام عاشور، بس هنخليها في اخر الحلقه. هنتكلم دلوقتي على موضوع لجنه الانضباط والتصريح اللي قالوه امبارح بخصوص كهرباء. لجنه الانضباط امبارح طلعت تصريح بتقول عادل الشربجي يعلن اقتراب اعلان عقوبه كهرباء. ده تصريح عادل الشربجي امبارح، ان هو صرح وقال ان عن قريب يعني في الفتره اللي جايه هتطلع عقوبه كهرباء، مع ان لسه قرار المحكمه بقى بحقيه لجنه الانضباط بوجودها ولا لا. والنهارده نزل قرار من لجنه الانضباط بايقاف عماد نبيل دونجا لاعب الزمالك لاحتفاله الغير لائق مع زيزو. توقف 4 مباريات وغرامه 50,000 جنيه. متهيألي تصريح امبارح مع تصريح النهارده ده بيدلل حاجه، او من وجهه نظري ان هم تصريح امبارح لما قال لك ان احنا هنعلن عقوبه كهرباء، والنهارده اعلنوا فعلا عقوبه عماد نبيل دونجا. فده عشان الناس ما تتكلمش. لو قالت لك لو نزلت عقوبه كهرباء، الناس لما جماهير الاهلي لما تعترض يقول لك ما احنا نزلنا عقوبه دونجا. الكلام ده يعني في الطبيعي عادي، بس انا عايز اتكلم في موضوع كهرباء بالذات، لان موضوع كهرباء مش كهرباء لوحده. رئيس نادي الزمالك قدم شكوى في كهرباء، فبالتالي لو وكمان كهرباء والنادي الاهلي قدم شكوى في مرتضى منصور ونادي الزمالك. فطالما هتطلع عقوبه على كهرباء يبقى لازم قصادها عقوبه على مرتضى منصور ونادي الزمالك. هو ده عدل ربنا اللي احنا عارفينه. لو انت هتمشي بالعدل وبمسطره واحده، لان موضوع كهرباء يعني مرتضى منصور مقدم شكوى في كهرباء، وكهرباء مقدم شكوى في مرتضى منصور، فما تطلعليش عقوبه على كهرباء وتسيب مرتضى منصور. ساعتها بقى احنا هنتكلم. تمام. وهنسيب برضو الموضوع ده لما نشوف هيعملوا فيها ايه، مع ان لسه مستنيين قرار المحكمه بأحقية اللجنه، يعني شرعيتها، يعني أحقية شرعيتها ولا لا. عندنا كمان النهارده اتحاد الكرة المصري يرسل اسماء المشاركين في البطولة الافريقية الكاف اليوم للفرق المشاركة في دوري ابطال افريقيا، اللي هم طبعا الاهلي وبيراميدز، واللي هيشاركوا في كاس الكونفدرالية الافريقية الزمالك وفيوتشر ثالث ورابع. والنهارده اتبعت الجواب رسمي، فكده خلاص كل الناس عرفت مين اللي هيلعب في افريقيا ومين اللي هيلعب في الكونفدراليه. ويعني الكلام ده طبعا موجه لصفحات الزمالك عشان الزيطه اللي طالعه. انا مش عارف يعني هم بيزيدوا ليه. يعني انا لو في وضع لو انا مثلا زملكاوي انا مش هطلع اتكلم اساسا، لان ولا وضعي في الدوري يسمح ان انا احفل على واحد، يعني يحفل على النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا واول الدوري، وان هو واخد لغايه دلوقتي يجي 5 بطولات، وانت السنه دي ما خدتش ولا بطوله. فطالع على الصفحات بتتريق على ده وتتكلم على النادي الاهلي، وجايب موضوع 5-2 ومش 5-2. احنا اتغلبنا 5-2 بس خدنا البطوله في نفس الموسم. انت طلعت حصاله من دور المجموعات. بالنسبه بقى اخر موضوع معانا هو موضوع امام عاشور. طلع النهارده تصريح من الكاتب الصحفي خالد الاتربي، وبيتكلم عن تفاصيل مفاوضات الاهلي مع امام عاشور. هو بيقول لك بدأ الموضوع امام عاشور بعرض
من وكيل اللاعب على النادي الاهلي لمعرفة رأي النادي في التعاقد معاه. وقال خبر التفاوض مع امام عاشور خرج من الاهلي لجس نبض الجماهير. وقال كمان كافة الموافقة على التعاقد مع امام عاشور تميل، وثم الحديث مع امام عاشور مع بعض المسؤولين النادي الاهلي. وكمان قال لم يتم التفاوض مع ميتلاند الدنماركي على شيء حتى الان، ولم يتم توقيع العقود مع اللاعب. بيقول رفض امام عاشور عند رحيله عن الزمالك وضع بند يمنعه من اللعب في الاهلي مع فريقه الدنماركي، ويتمنى اللعب للفريق الاحمر. ده كلام خالد الاتربي. ده بيوضح ان امام عاشور رغبته الاولى ان هو يلعب في النادي الاهلي لو هيسيب فريقه الدنماركي. بس لغايه دلوقتي لسه ما حصلش اي حاجه، ولا النادي الاهلي بعت للنادي الدنماركي، ولا امام عاشور مضى على عقود زي ما طالع خالد الغندور يتكلم. ومن ساعه موضوع امام عاشور ما طلع، وكل نص ساعه يطلع خالد الغندور يقول لنا تصريح. وطبعا ده كله من حرقته، ان لو امام عاشور راح الاهلي هتبقى بالنسبه لهم مصيبه، هتبقى بالنسبه لهم كارثه، او الحرقان هيزيد شويه. وانا بصراحه موضوع انتقال امام عاشور للنادي الاهلي او فتوح، لان انا بصراحه بتمنى ان الاثنين دول يروحوا النادي الاهلي، لان انا عارف ان هم هيأدوا بشكل احسن ما هم كانوا في الزمالك او في اي فريق بيلعبوا فيه. وكمان في تصريح من احمد شوبير بيأكد نفس الكلام، بيقول ان الاهلي لم يتفاوض مع امام عاشور وعلى الاطلاق، لا الاهلي ولا بيراميدز فتحوا مفاوضات مع امام عاشور. بيقول لك ان النادي الدنماركي زعلان بسبب ان امام عاشور مش عايز يرجع ناديه. دي طبعا مشاكل بين امام عاشور وناديه، احنا ملناش علاقه فيها، بس كل اللي يهمنا ان لغايه دلوقتي لم يتم التفاوض من الاهلي لامام عاشور، ومفيش اي حاجه اتمضت. ويا ريت ما حدش يطلع يتكلم في الموضوع ده، سواء من جماهير النادي الاهلي او من الاعلام الزملكاوي اللي كل نص ساعه يطلع لنا بتصريح ويتكلم على ان امام عاشور هيروح الاهلي او مش هيروح الاهلي. وده كل ده مش هيبان الا في نهايه الموسم. طبعا انا في نهايه الحلقه عايز اقول لكل جماهير النادي الاهلي ما تزعلوش. احنا طبعا كل الجماهير زعلانه النهارده من اداء النادي الاهلي، بس طبعا ما تنسوش ان ده ماتش، وده طبيعي عادي انه يحصل. اهم حاجه ما نخسرش ان شاء الله، ولسه الكره في الملعب، ولسه الدوري في النادي الاهلي. وبتمنى طبعا في نهايه الفيديو كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد على النادي الاهلي. ما تنساش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.